الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من نعرف عقيدتك، بيان عقيدة الحلولية والاتحادية في الله عز وجل. ومن يقول أن الله عز وجل معنا في الأرض متحدا أو حالا في مخلوقاته مستدلا بقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فهذا لسوء فهمه للأدلة الشرعية ولسوء معتقده في الله عز وجل، ولأنه لم يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. فالقول يا أخوة بالحلول والاتحاد هذا من أسوأ الأقوال، لأن هذا القول صاحبه لا يفرق بين العبد والمعبود وبين الرب والمربوب، بل غلاتهم جعلوا كل كون الله، حتى تقدم قول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، يعني على أي حال هو الله. وهؤلاء لم يخطئوا فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، قالوا فرعون مصيب حين تكلم بهذه الحقيقة. وقد انتشرت هذه العقيدة كثيرا، وإن كان بعضهم لا يلتزم بلوازمها، كثير من الصوفية الآن وكثير من الأشاعرة ومن غيرهم لا يثبتون العلو، لكن حين تتكلم بلوازم عدم إثبات العلو ينفرون من هذا الأمر. أما غلاتهم يصرحون، بل عندهم أقوال كما ذكر شيخ الإسلام وغيره عبد الله بن مبارك قبله نتحرج أن نقولها لازم أقوالهم. قال وإلا فإن المعية هنا في هذه الأدلة على ظاهرها، وظاهرها أنه معنا بعلمه وبسلطانه وبإحاطته وبهيمنته وقهره وغير ذلك من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. أما هم فهموا من المعية أنه متحد مختلط، هذا غير صحيح، هذا فهم سيء. وقد افتتح الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، وهذا يدل على أن المعية هنا معية العلم، فالله عز وجل يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو ذهب الناس إلى هذا المعتقد أن الله عز وجل معنا بذاته لكان معنى قولهم هذا أن الله عز وجل يزيد وينقص، ولكن سبحانه وتعالى يغتال، ولكان سبحانه وتعالى يغتال إلى غير ذلك، ولكان في أماكن لا تليق به سبحانه وتعالى من الحشوش والقاذورات والطرقات وغير ذلك. فقولهم الله في كل مكان، الحمام مكان، والطريق مكان، والصحراء مكان، والجبل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كثيرا. وبقول الله عز وجل في كتابه قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، والمعية هنا هي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. ومثله قوله عز وجل ثاني اثنين ثم في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فينبغي لكل مسلم أن يعتقد هذا المعتقد فيحيا عليه ويموت عليه ويلقى الله يوم القيامة به، أي أن الله معنا بعلمه، معنا باطلاعه، معنا بسمعه، معنا ببصره، وغير ذلك من خصائص ربوبيته. قال بيان بعض الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومن عجيب شأن المبتدعة أنهم يقولون لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، وهذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله. ومن عجيب شأنهم أنهم يقولون لا يجوز أن تشير، مع أنه سيأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى السماء اللهم ثم ينكتها ويقول اشهد. ومن عجيب شأنهم في هذا الحديث قالوا هو حديث امرأة، والمرأة ليس لها مدخل في الحديث،
الحديث من طريق معاوية بن الحكم ليس بحديث امرأة. ثم لو كان حديث امرأة والصحابة عدول رجالهم ونساءهم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير إلى السماء. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. يكون ففي صحيح مسلم أحسن. لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإحسان باعتقادها أن الله عز وجل على السماوات بائن من مخلوقاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليخرج المخلوقات من ظلمات الكفر والشرك والجهل والبدع والخرافات والمحدثات إلى نور الإسلام والإيمان والعلم والسنة والحق. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم عتقها بالإيمان. بيان معنى في السماء. ومعنى في السماء أي على السماء. ويستدل على ذلك قال الله عز وجل قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل. يعني في جذوع النخل، هل معناها أنه يدخلهم داخل الجذع حتى يكون في جوف الجذع، أم يريد أصلبنكم في جذوع النخل على النخل؟ المراد على النخل. لو قال لا أصلبنك في العمود، هل يدخلوا في العمود أو على العمود؟ إذن آمنتم من في السماء من على السماء، من على السماء. وقال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي على طرقها وليس بداخلها. وأما قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالمعنى هنا أي أن الله عز وجل معبود في السماء ومعبود في الأرض. فأشيعوا هذه العقيدة بين أبنائكم ونسائكم وبين أخوتكم وأخواتكم وبين أعمامكم وعماتكم وبين أخوالكم وخالاتكم وفي مجتمعاتكم، فإن المخالفين فيها كثر لا كثرهم الله عز وجل. المعتزلة ومن إليهم، الرافضة ومن إليهم، الصوفية ومن إليهم، الأشاعرة ومن إليهم، الجهمية ومن إليهم، الخوارج ومن إليهم، حدث ما شئت من البدع. أغلب أهل البدع يقولون بأن الله ليس في السماء، أن الله ليس في العلو، تعالى الله عن قولهم. جماهير الطوائف ربما يرون غير هذه العقيدة السلفية الأصيلة، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنهم ومن ساروا على سيرهم من التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل كان عليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والمكذب بالعلو فرعوني، كما أخبرنا الله عز وجل عنه بقوله وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني فرعون كذب بأن الله في السماء، فمن قال بأن الله في كل مكان فهو فرعوني، ومن قال بأن الله في السماء على عرشه فهو موسى محمدي. فموسى عليه السلام أخبرهم أن الله عز وجل في السماء، فأراد فرعون عليه لعنة الله عز وجل أن يتخذ بناء حتى يصل إلى السماء. ولذلك قال شيخ الإسلام فمن قال أن الله عز وجل في سمائه على عرشه فهو موسى محمدي، ومن زعم أن الله عز وجل في كل مكان فهو فرعوني. نعوذ بالله عز وجل من الضلال والخذلان، والحمد لله رب العالمين. انتهينا من الكلام عن صفة العلو، وعلمنا أنها من الصفات الذاتية المعنوية، وأن الله متصف بها أزلا وأبدا. بينما صفة الاستواء صفة فعل، صفة الاستواء صفة فعل، لكن أدلة الاستواء يستدل بها على العلو، لأن معنى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع وظهر إلى غير ذلك من المعاني. 4 معاني ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في نونيته.
وأدلته كثيرة الحمد لله، إنما سقنا المشهور منها، لأن أصل هذا الكتاب كان عبارة عن كلمات تلقى للحاضرين، وكثير من الحاضرين عوام، فإذا ثقلت عليهم العبارة ما فهموها، لذلك لابد أن نأتي لهم بالعبارات التي تفهم وبالأدلة التي تسهل. ولم أرد أن أذكر شبه المبتدعة كشبهة، لأني أريد هذا الكتاب أن يكون كالمقدمة للطالب، لكن أشرنا إلى الرد على بعض شبههم، مثل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني القائلين بالحلول والاتحاد قالوا هو في السماء وهو في الأرض، لكن نحن بينا أن معنى هو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله معبود، وقيل المعنى هو الذي في السماء إله موجود أي على عرشه، وفي الأرض إله معبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. بعضهم وقف على قوله وهو الله في السماوات أي على السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وعلى المعنى الآخر عدم الوقف سيكون هو الله المألوه المعبود في السماوات وهو الإله المعبود في الأرض. وعلمنا أن معنى وهو معكم أينما كنتم معنا بعلمه باطلاعه، وغير ذلك من خصائص ربوبيته. المهم أن هذه المسألة أدلتها من الكتاب والسنة، وأدلتها عقلية وأدلتها فطرية، جميع الأدلة تدل على أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وأنه ليس بمتحد ولا مختلط بهم، تعالى الله عن قولهم.